الله أكبر ولله الحمد. تحرير معسكر الشبيبي في ريف إدلب من قبل المجاهدين. هذا المعسكر يعتبر ثاني أكبر معسكر في ريف إدلب. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر والعزة لله. تحرير معسكر الشبيبي على أيدي أبطال المجاهدين الذين المشاركة في تحرير هذا المعسكر: كتائب أحرار الشمال، حركة أحرار الشام الإسلامي، لواء درع الثورة، لواء درع الجبل، لواء الحق، لواء الحرية، لواء التوحيد، لواء داود، ولواء أحفاد الصحابي الممثلين بصفور الشام، جبهة النصرة. الله أكبر ولله الحمد. هذه الآليات التي اغتنمها المجاهدون أثناء تحريرهم معسكر الشبيبي. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. تحرير معسكر الشبيبي على أيدي المجاهدون. الله أكبر ولله الحمد. تحرير معمل أعلاف ضمن معركة القصاص لأهلنا في بانياس 23/5/2013. شارك في العملية كل من لواء درع الثورة، جبهة النصرة، كتائب أحرار الشمال، صفور الشام، حركة أحرار الشام، لواء الحرية، لواء التوحيد، لواء الحق، والعزة لله. تحرير زهرة المدائن
بالقرب من معسكر الشبيبي في ريف إدلب. الله أكبر والعزة لله. تحرير زارة المدائن بالقرب من معسكر الشبيبي في ريف إدلب. غزوة القصاص لأهلنا في بانياس. الله أكبر والعزة لله. الألوية المشتركة في تحرير كتائب أحرار الشمال، حركة أحرار الشام الإسلامي، لواء الحق، لواء التوحيد، لواء الحرية، لواء دراج الثورة، لواء دراج جبل، لواء داود، ولواء أحفاد الصحابي الممثلين في صقور الشام وجبهة النصرة. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر. الله أكبر والعزة لله. تحرير مبنى زهرة المدائن بالقرب من معسكر الشبيبي في ريف إدلب على أيدي أبطالنا المجاهدين. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر والعزة لله. بعد اشتباكات عنيفة مجاهدين وعصابات كانوا وانحروهم واطردوهم من ربل